واش فراسكم بلي اكتشفوا كمية كبيرة ديال الذهب في المغرب؟ الذهب يلمع في صحاري غولميم. اكتشاف 34 عرقا من الكوارتز الحامل للذهب قد تضع المغرب ضمن مصاف الفاعلين الرئيسيين في الصناعة الدولية للمعدن النفيس. السلام عليكم. مؤخرا اخوتي المغاربة نشرت شركة اولا بليس تريدين المختصة في التنقيب عن المعادن واحد التقرير كتقول فيه بانها لقات كمية كبيرة ديال الذهب في الجنوب الشرقي ديال المغرب، بالضبط بقلميم. ولكن اخوتي المغاربه، اولا خليني نقول لكم باللي بلادنا تبارك الله فيها بزاف ديال الثروات، ها الفوسفات، ها الذهب، ها النفط، ها النحاس، ها الفضه، ها الحديد، وما خفي اعظم. ولكن السؤال هو فين كتمشي هاد الثروات وعلاش الشعب المغربي ما كيستافدش منها؟ والفوسفات مشى عباد الله، ومشى الفوسفات كتعرفوا ولا مشى الفوسفات مشى امو، والله ما كاين درهم واحد ما كيدخل الفوسفات في ميزان الدوله، مشى والذهب مشى. واش فراسكم بلي اليابان والصبليون والالمان وبزاف ديال الدول المتقدمه ما عندهمش حتى 30% ديال هاد الثروات اللي في المغرب؟ ولكن علاش هما متطورين والشعوب ديالهم عايشين مزيان، في حين المغرب ديالنا دولة متخلفة وعندنا الشعب فقير ما كيستافدش من ابسط شروط الحياة، ما عندناش حتى الضوء والماء والطريق. عندنا المشاكل بزاف ديال الصحه، عندنا ديال التعليم، عندنا ديال الطرق. كنطلبوا المسؤولين، حنا مضرين بزاف، ما كاين لا طريق لا سبيطار لا ريزو لا حتى حاجه. 12000 سنه هذه المنطقه هذه مهمشه، المسيره ان شاء الله غتوجه للولايه، ما دارت لنا الولايه والو، غنمشيو للرباط. حنا راه تحقرنا في هذه المنطقه. اذا علاش هما متطورين وعايشين مزيان وحنا متخلفين وبؤساء؟ الفرق الشريف هو انهم هما عندهم المحاسبه، واي سنتيم كيعرفوها فين كتمشي، والثروات ديالهم كتمشي لمصلحه الشعب، في حين في بلادنا العزيزه ما عندناش المحاسبه. بالله عليك، واحد ما كانش عنده حتى 10 درهم باش يطلع الطوبيس كيدخل السياسه كيولي ملياردير. والثروات ديال بلادنا خوتي المغاربه كتمشي لحسابات بنكيه لسويسرا، في حين الشعب ديالنا مهلوك، لا خدمه لا تعليم لا تغطيه صحيه، والعيالات ديالنا عباد الله كيموتوا في الجبال حيت ما عندهمش سبيطارات فين يولدوا. حنا بغينا بلادنا تولي من الدول المتقدمه فيها الصحه والتعليم والدخل مرتفع للافراد، بغينا بلادنا تكون في الامام في جميع الميادين. وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه وتفاعلوا مع الفيديو وتابونوا فلاشين باش نستمروا في هذا المحتوى الهادف. السلام عليكم.